صباح النور عليكم وصباح الانوار وصباح السعاده والسرور. كي دايرين البنات يا احلى نويويرات والمهمات الغاليات؟ اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ احوالكم مزيانه؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنىكم تكونوا صبحتوا كاملين بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال، وتكونوا صبحتوا يا لاله ناشطات وفرحانات والمورال مزيان وصحتكم اهم حاجه هي الصحيحه. الله يرزقنا الصحه والسلامه يا ربي. اليوم كما كتشوفوا معايا مع فيديو جديد. هذا الفيديو بديتو معكم من الصباح من الفطور، واليوم ان شاء الله حنا مجموعين للفطور. راكم عارفين السبت والحد ما كاينه لا قرايه لا والو، كنصبحوا مرتاحين شويه وناعسين شويه ولكن ما كنبقاوش حتى ل 11 ولا 12، واش ديك 9 ونص ل 10 الى تعطلنا ما فيها باس. مره في السيمانه ولا جوج مرات في السيمانه نرتاحوا نعطيو روسنا الراحه. وهذا الفيديو البنات راني صورته نهار الحد غير ما كتبش، البارح الاثنين ندير ليه المونتاج ونحطو لكم، حتى اليوم ان شاء الله الثلاث عاد كندير المونتاج باش غادي نحطو لكم في العشيه. والبنات اللي قالوا لي واش بديتي كتوكلي بنتك، اييه البنات راه بديت كنوكلها، بديت كندخل ليها شحال من حاجه، واكيد غادي نشارك معكم شنو كنعطيها في المراحل الاولى ديالها ان شاء الله باذن الله. صافي هنايا وجدت الفطور، وضروري بريري ديال اتاي المساند الرسمي ديالي هو اتاي ضروري اتاي يكون حاضر ناظر فوق الطبله ديال الفطور، ما يحيدش الطبيب. دائما في الفطور وحتى في الكوتي كيعجبني الصراحه اتاي. كنت حاولت هكا مره ندير الحليب قهوه ولكن ما قدرتش صراحه. اتاي هو كل شيء، ما نكذبش عليكم، والاغلبيه ديال البنات كتقول لك الا ما شربتش اتاي كيضرني راسي وبالفعل، وكاين اللي كيقول لك الا ما شربتش القهوه كيضرني راسي. غير كل واحد وعلاش ولف. انا ولفت بعد اتاي ما نقدرش نحيدو. صافي هنايا فطرنا، ساليت الفطور، دزت هنايا للشريجمات ديال الدار كامله كنحلهم. حليت هذا ديال الصالون باش كتهوى الدار، حليت ديال بيت النعاس ديال بيت الجلاس، حليت كل شيء كنهويو الدار باش كتخرج ديك الطاقه السلبيه اختي، وكتكون عندنا واحد الطاقه ايجابيه. راه والله البنات الا بقيتو سادين الشرجم عرفتي كتحسوا براسكم ماشي تليه وبحال مخنوقين. اما الا حليتو الشريجمات ديال الدار كامله والدار مضويه والهواء كيدخل كتحسوا بواحد الراحه نفسيه زوينه، ما نكذبش عليكم. اما الدار الا بقات مغموقه ومرونه وهذا صافي المورال كيكون تحت الصفر اما الا الدار كانت اختي مجموعه ومضويه وكل شيء على حقه طريقه وكل شيء هو هذاك، كتكوني مرتاحه. ماشي بحال الا كانت الدار كامله مرونه، البيوت الكوزينه مشقلبه سفاعله عليها، وما نقولش لكم الكوزينه ملي كترون اجا جماعه. اللهم مني تبان لينا شي حاجه بدات كتروان نحاول كل حاجه نرجعها لبلايصه ديالها، باش مني انا كنجي نجمع الدار اولا مني كندير داك التنظيف العميق ولا هذا كيجيني كل شيء ساهل، ما كنتغلبش فيه نهائيا. والحمد لله مني كنبغي نخمل ولا كنبغي ندير شي حاجه ما كيجينيش صعيب، كل شيء كيجيني الحمد لله ساهل، وكل شيء كنساليه دغيا. غير ملي كنبغي هكا نخمل كل نهار كنخصو الحاجه، بحال اليوم خملت البيت، الغد ليه نخمل البيت الاخر، من بعدو الكوزينه. والكوزينه الاغلبيه هي اللي كتكون صعيبه في التخمال، والحمد لله انا ما كتجينيش صعيبه في التخمال، لانني فيما كتكون شي حاجه كنمسحها كننجر الثلاجه نمسحها كل اسبوع ولا كل 15 يوم، كنحاول نمسح الثلاجه من الداخل على برا، باش مني كنبغي نخمل كلشي كيجيني ساهل، ما كيجينيش كلشي صعيب. يعني انا هادشي اللي كندير، ما كنخليش حتى كتكرفص ليا الحاجه، البيوت يتكرفصوا، الكوزينه حتى كتوسخ ولا الثلاجه، حيت عارفه راسي الا خليتهم مني غادي نبغي نجي نجمعهم ولا نخمل غادي نبات فيهم تما. اللهم كل مره كنحيد عليا حاجه باش مني كنجي نخمل كلشي كيجيني
روتيني ساهل ماهل، هذا الشي اللي كاين. صافي هنايا جمعت هكا سست هكا الفراش، سست المخيدات، كدزت هنايا هاد الحويجات، قلت ما غادي نخرج من البيت حتى نطويهم، حيت إلا بقاو هاد الحوايج غيبقاو يدوروا ما غنطويهمش، داكشي علاش قلت اللهم نطويهم نحيدهم عليا، نرجعهم للبلاكار صافي ونكمل جميع ديال الدار. واخر حاجه غندخل ليها هي لاله مولاتي الكوزينه. الكوزينه دائما كنخليوها هي الاخرى، تا كنجمعوا الدار ماشي نسبقوا الكوزينه ونخليو وسط الدار. المهم انا هادشي اللي كندير، حتى كنجمع الدار اخر حاجه كتبقى ليا هي الكوزينه، كتبقى مطرفه. صافي غادي نجمعها ندوز عليها حتى هي شويه. صافي هنا بعد ما كملت جيت هنا للفران. بالنسبه لهذا الفران هذا البنات كان يطلق ليا الدخان، كندير شي طنجره، كندير كوكوط ولا المقراج، عرفتي الدخان كيبقى ليا كيخسر ليا كلشي. والحل الوحيد اللي عند هذا المشكل هذا هو البطاطا. البطاطا غادي تهنيكم من هذاك الدخان اللي كيخرج من الراس ديال البوطه. كتاخذوا واحد الحبه صغيره ديال البطاطا كتقسموها وكديروها في هذوك الريوس ديال البوطه، غير كديروها البنات راه ما كيبقاش هذاك الدخان، وكتولي العافيه اللون ديالها اللي هو زرق عادي. ومني كتبدا تخرج لينا هذاك الدخان حتى العافيه اللون ديالها كيتغير، ما كيبقاش هذاك الازرق، كيولي بحال ليموني بحال الاحمر، وكتكون هكا مجهده العافيه. اما ملي كتكون العافيه عاديه راه كتكون العافيه ديالها عاديه. وهذا البنات علاش كيتغير لينا هذا اللون وكتطلق لينا الدخان في البوطه ديالنا؟ ملي كنبغيو نبداو نمسحوا الفران كنقيسوه بالماء، كنقدروا نقيسوه في بعض المرات شي برودوي حتى هو كيدخل لينا تم. داكشي علاش منين نمسحوا الفران نحاولوا نديروا واحد المنديل اولا واحد الورق نديروه وسط هذاك الريوس ديال البوطه، ونمسحوا البوطه ديالنا عادي. ملي كنساليو كنحيدوهم. صافي انايا هادشي اللي درت. كان عندي مشكل غير في هذا الراس الصغير ديال البوطه، مسحتهم حتى هما، حكيتهم درتهم كيترقدوا في واحد الخميره ديال الحلوى وهكا شويه ديال الخل. صافي مسحتهم، مسحت الفران، ما بقاش عندي بعد هذاك المشكل ديال الدخان. كما قلت لكم غير بالبطاطا، البطاطا راه كتهنيك من هذا الدخان اللي كيخرج لك من البوطه. صافي هنا مسحته، درت له بابي الومنيوم
ايوا صافي هنايا كملت الفران، كملت الكوزينه حتى هي، وغادي ندوز دابا باش غادي نوجدوا الغديوه ديال اليوم. هنا البنات اول حاجه اللي غادي ندير الروز هكا بالخضره. خديت هنا واحد الطنيجره، درت واحد الحبه ديال البصله خضاريه، درت فيها شويه ديال الزيت مع شويه ديال الملحه كنشحرها. من بعد غادي نزيد واحد جوج حبات ديال الخيزو اللي قطعتهم تقيطعات صغار بهذا الشكل هذا، اولا ممكن تحكوهم في الحكاكه الغليظه. صافي ودرت جوج وريقات ديال سيدنا موسى، وغادي ندير العطريه، شويه البزار، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، سكينجبير، شويه ديال التحميره. صافي وغادي نزيد عليهم هنا في الاخر الفلفله البنات انا ما درتهاش في الاول، ما كانت عندي في المجمد. ملي كتكون عندي هكا شي كميه كنقردها وكنلوحها هكا في المجمد، وقت ما احتاجيتها كنجبدها كتنفعني. غير هي الفلفله ملي كتجمدوها ماشي تجبدوها قبل حتى كطرخه، لا، حتى تتبغيو تستعملوها تجبدوها وهي متلجه. وزدت هنايا الروز اللي كنت درته في الماء، صافي سقطرته زدته، وزدت شويه ديال الربيع، وهنا حتى الاخير عاد زدت شويه ديال الفلفله اللي كانت عندي حمراء وخضراء. صافي وغادي نعاود نشحر كل شيء. وفي هذه المرحله ضروري كنبقاو نشحروا في هذا الروز مع الخضره واحد 3 دقائق حتى ل 5 دقائق، حنا كنشحروا فيه ضروري كنبقاو نحركوا فيه. ايوا صافي من بعد عاد كنزيد الماء. وهذا هو السر البنات في التشحار ديال الروز، باش ما كيجيناش معجن وكتجينا الحبه مفرزه على اختها. يعني ضروري كتبقاو تشحروا فيه. صافي هنا بعد ما كنشحروا غادي نزيد الماء الكافي باش غيطيب لي هذا الروز وهاد الخضيره. صافي وغادي نغطي عليه نقص عليه البوطه حتى كيطيب. يجي الروز زوين بهاد الطريقه هذه ديال الخضره، راه كيحماقوا عليه الوليدات، كيجي زوين وكياكلوه. حنا دائما كنتبعوا داكشي اللي كيبغيو الوليدات، داكشي اللي كياكلوه هو اللي كنديروه ليهم. صافي هنا غنخليه يطيب، وغادي نشارك معكم البنات واحد العصير زوين وينفعكم الشهر الكريم شهر رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه. هنايا البنات كنحتاجوا لهذا العصير هذا حبه ديال الحامض اللي حيت ليها القشره ديالها وحيت لها العظيمات وقطعتها بهذا الشكل هذا، وعندي واحد 3 ديال التفاحات. صافي هاد العصير البنات كيخرج لينا ايترو حتى الايترو ربع ديال العصير. وبالنسبه السنيده كتبقى على حسب الذوق، تقدروا تزيدوا اولا تنقصوا. انا درت واحد 5 المعالق ما عامرينش بزاف ديال سكر سنيده مع لترو ديال الماء. غادي نخلطهم مزيان. من بعد ما غادي نخلطهم غادي ندوز نصفيهم في الصفايه اللي كتكون رقيقه، ماشي البنات هذيك الصفايه اللي يدها كتكون حمراء اللي الاغلبيه كتكون عندنا. هذيك العيون ديالها شويه كيكونوا كبار، ومن الاحسن تاخذوا شي صفايه اللي العيون ديالها كيكونوا رقاق، صفايه كتكون رقيقه، باش مني كتصفيو هذا العصير كيخرج لكم صافي ما كتخرج لكم معاه حتى شي حاجه. صافي هنا كما قلت لكم غادي نخلطو مزيان، ومن بعد كنصفيه. بعد ما صفيته كيكون هذا هو العصير ديالنا، كيجي ساهل واقتصادي. وكل مره ان شاء الله غنشارك معكم نوع من انواع هكا ديال العصائر اللي كيكونوا ساهلين واقتصاديين. صافي وتما مع الروز رافقتو ليهم مع شويه ديال الكفته اللي درتها غير في المقله، وكيكون هذا هو غدانا ديال اليوم. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وكنتمنى تجربوا العصير البنات، راه كيجي زوين. ما تنسونيش كما العاده من اللايكات ديالكم. نقول لكم تهلاو في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.